وقد نزل من هذه السورة سابقا أيضا قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس رضي الله عنه، وفي آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي. وليش قال في الصلح؟ لأن إحنا عندنا في الفقه باب الصلح، باب الصلح، وترى في المعاملات المالية، في المعاملات المالية، ولما تجي تشرح وترى كلامه ما الصلح بين الدول، الصلح بين الزوجين، الصلح بين المتشاجرين، الصلح القاضي، لكن الصلح الذي يراد به عندنا في كتاب الفقه هنا في الكتب الفقه الصلح فيما خفيت فيه البينات. اثنين مثل ما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتنازعان فيه وبينهما مواريث قديمة وأرادوا أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليحلل كل، ليصطلحا وليحلل كل منكم الآخر. يعني افرض اثنين شركاء في دكان وبعد فترة أرادوا أن ينفصلون، هل يستطيعون يجزمون بالحقوق 100%؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تسامحا واصطلحا، تسامحا واصطلح. هذا الذي يتكلم عليه الفقهاء. باب الصلح بين الجيران، النوافذ، الأشجار، أخذ منه متر، غلط المقاول، هذا اللي يتكلم عليه. ولذلك من أراد أن يعرف أحكام البنيان في الفقه فليرجع إلى باب الصلح، إلى باب الصلح من كتب الفقه. نعم، ولا الصلح عام، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الله، هذه آية عظيمة، وفي هذا في بيان بأنه لا صلح إلا بتنازلات. وانتبه، ترى الشح ينزل دحين، انت تبي تتنازل ولكن تبي تصلح ولا بنت متنازل ما يتم صلح، لأن نفسك تقول لا هذا حقي أبغاه، ما راح يصلح. ما معنى وأحضرت الأنفس الشح؟ يعني يحضرها الشح، يحضرها الشح عند الإصلاح، يتعاظم التنازل عن الحق، فهو يحذرنا من الشح عند الصلح. إنما عليكم بالكرم. يعني النفس الأمارة، النفس الأمارة بنفس أمارة طبعا. أحسنت، تفضل. وأحضرت الأنفس الشح. نعم، والله يعيننا على أنفسنا بس، ولا يكن إلى أنفسنا طرفة عين، ولا الشيطان حريص.